السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجر مفاجأة جديدة، أول تعليق من حلمي بكر بعد أنباء حجزه وتعذيبه جوه بيته. لايك ومتابعة عشان يوصلكوا كل جديد. الموسيقار المصري حلمي بكر رد على الشائعات اللي طلعت واللي اتعرض لها مؤخرا، والبعض قال إن تم حجزه جوه بيته وإنه بيتعرض للضرب من زوجته. وفي أول تعليق للموسيقار حلمي بكر بعد الكلام اللي دار بينه وبين زوجته سماح القرشي والحرب الكلامية اللي دايرة بينهم بقالها فترة وابنه هشام، وصرح هشام بأن أبوه مخطوف وإن زوجته بتعذبه في محافظة الشرقية. كل الكلام ده دار مؤخرا. حلمي بكر أعرب عن استيائه الشديد في تصريحات تلفزيونية بسبب الشائعات دي وقال: قالت الحب اللي عندكم معرفش شكلها ايه، يتكلم واقول اي كلام فاضي واتهاجم، فانا بسكت. انا ما وصلتش كده خالص، ولا وصلت اني ابقى تافه وارد، وسعيد جدا ان خيبتنا بقت تقيله. وكمل كلامه حلمي بكر وقال: اللي بيحصل ده بيحصل وانا بتفرج، مفيش حاجه تخليني ارد عليه وارد على ايه اصلا. اتكلم في هيافه فانا بسكت، والجمهور بيطمن سواء بالتطاول وبقله الادب ببعض اللي بيعملوا كلام واللي بيهاجموني، وكل اللي بيعمل حاجه بيعمل. انا قررت اني ما اتكلمش في الحاجات دي خالص، وخصوصا بعد ما اتكلم مؤخرا وناس كتير هاجمته. كمل حلمي بكر كلامه وقال: انا ما وصلتش للدرجه اللي الاعلام وصفني بيها، مفيش حاجه تخليني اني انشغل بالتعليق على اللي بيحصل. كمل كلامه: مش هقدر اتكلم في الوقت ده عن المطربين وغيرهم. كمل كلامه وقال: الجمهور بيطمن بالتطاول وبقله الادب. وعلقت سماح القرشي وقالت: الفنان زعلان والحاله وصلت امبارح 50%، والدكتور قال لي اللي انت بنيتيه في 3 شهور ضاع من اللي بيحصل، ويا ريت الناس تبعد عننا وتسيبنا في حالنا وكفايه كلام عنه، لان ده بيأثر عليه بالسلب وبيأثر على نفسيته. كل الكلام اللي حصل في الفتره اللي فاتت وكل الشائعات اللي طلعت. وبكده نكون وصلنا نهايه الخبر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.